تعرف تلعب ولا ايه؟ السؤال ده لو اتكرر تاني هكسر الدراع ده فوق دماغك. عشان ما نقعدش نألف ونخترع تشكيله في الاخر تطلعش تلعب. انا كل اللي اقدر اقوله لك ابعت حد من البلد يجيب لك شوال عشان تلم فيه الاجوال. لا انت قلبك جايبك بقى. لا رجلي اللي جايباني يا خفيف. وكمان دمك خفيف. طب العب بقى وبطل لت وما تتقمصش في الاخر وترجع تعيط. خد اعمل لي التشكيل. نعم. ما انا مش متابع انتقالات اللعيبه ولا الكلام ده، فتلاقيني في التشكيله مش قد كده. اعمل لي التشكيله واتفرج. يعني مش حافظ اسمائهم؟ لا حافظها. خلاص اعمل تشكيله لنفسك. ماشي. عاش يا شناوي عاش. شناوي مين يا ابني اللي جابوا الليفر؟ هو ده مش منتخب مصر؟ ده الليفر يا حبيبي. امال اللي جاب شيكابالا هنا؟ شيكابالا مين يا ابني؟ ده ساديو ماني. احلف بالله. اه والله. طب العب ده انا هقطع. ده انت هيتقل منك بامان. مبدئيا كده هات الاساس. هيفرق معاك يعني؟ اه طبعا معروف الاساسي بيكسب. طب خد. غير الدراع ده يا سمو. خد. اللسون بايظ. خد. الازاز بايظ. الار 1 بايظ. الار 2 بايظ. الار 3 بايظ. غير الدراع ده يا سمو. تسع دراع دي تاخده ولسه ما عملتش التشكيله. يا عم انت مش فاهمك، انت بتكتيكات وحاجات انت مش هتفهم. بص غير لهم الجهاز ده. يا اسطى التعليم مش انجليزي ليه؟ الانجليزي امتع. يا اسطى التعليم انجليزي ليه؟ واحنا بنفهم العربي عشان نفهم الانجليزي؟ يا اسطى انت خنقت امي. انت لسه شفت حاجه؟ مش معقوله الكره دي ما تجيش جون. ده انت باين عليك حظوظ، ده احنا هنعاني. محظوظ ايه يا ابني؟ انت شايف الكوره من نص الملعب. ماشي بس شايطها بعز. عز؟ ايوه قويه يعني. بص انا مش مستريح لك، خش على التشكيل. تشكيلة ايه يا عم؟ احنا لسه بدأناها، انت لسه اول دقيقة. مش فاهمك، انت في تكتيكات وحاجات عقلك انت مش هيستوعبها. خش على التشكيله خش. يا جدع شوف بقى يا جدع شوف. يا ابني ده يا ابني الدراع في ايدك اصلا. بذمتك انت ده مكان باصي فيه. ما انت اللي بتتحكم فيه. طب انا غلطت ودوست على الشيطه بالغلط، هو اللي شايفه صح يعمل وانا هراجع وراه. طب ما هو يعرف منين يا ابني؟ ما انت اللي بتتحكم في الدراع. يا ابني انت معاه ولا معاهم؟ يا عم العب يا عم العب. مش لاعب. شوف بقى عشان تحرم تغلط قدامي. طب الكره دي جت جون يبقى قول عليا عيل. كنت بتقول حاجة يا اسطى؟ لا يا اسطى ما بقولش حاجه، جون جميل بس حظ. العب. بص يا اسطى مبدئيا كده انت هتسيب لي جونين. يا عم ماشي هسيب لك جونين. وهتديني الاساس. يا عم خد الاساس. مش كفايه وهتلعب بالاحتياط. يا عم هلعبك بالاحتياط. ولو لا قدر الله جالك ضربه جزاء هتضيعك، كنوع من انواع الروح الرياضيه وكده يعني. يا عم انا ما عنديش روح رياضيه بس هضيعها ماشي. ولو حصل لا قدر الله يعني وكسبت نسكور وكده محدش يعرف غيرنا، الموضوع سر ما بيننا. يا عم ما حدش هيعرف. ولو لا قدر الله يعني انا كسبتك لا قدر الله يعني محدش برضه هيعرف يا اسطى، الموضوع بقى سر ما بيننا. خلي بالك طلباتك كترت زي بعض. انا هلعب بالريال. يا عم انا العبك بباريس. انتهت عسلات ولات من مصر ام الدنيا. بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، بحبكم قوي. 5 مع 5 ونيو 5 يلا بقى. ايوه بقى تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسه من قدام. تاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسه من قدام. ما خلاص يا اسطى الشارع كله عارف ان انت كسبتني. يا جدعان ده كسبني 5. هو حد خد باله؟ انا هقول لك بس كلمتين اتنين بعد ما الماتش ما خلص. سهل جدا انك تكسبني 5-6 مستريح. صعب انك تمسك عليا استحواذ. وانا بقى بلعبك عشان الكلمتين الحلوين دول. انت عارف انا ممكن اقعد اتنطط في الملعب وايش هاتريك وايش دبل كيك وايش سوبر هاتريك، بس هستفاد ايه؟ انا عايز استحواذ متعه. يا ابني ما الكوره دي جون اصلا. ده بالنسبه لك انت، انما انا بالنسبه لي انا استحوذ، اعمل تشكيل نضيف، اتمتع، اروح مبسوط. مش لما اجيب 6 ده مش انجاز؟ لا حظ وكلنا عارفين. يا ابني دي تيكي تاكا. طب قوم يا ابني ما تلعبنيش تاني يا عم ده انت عيوطه. انا اقول لك بس كلمتين اتنين. شايف الست جوان بتوعك دول في كفه، والجون بتاعي جون كله في كفه تاني خالص. يا عم ده جون حظ انا حاطه في نفسي. بس ملعوب. الماتش خلص اهو وكسبتنا 10-0.
بس مبدئيا كده انت مالكش في اللعب ولا تفهم فيها حاجه من اصلا. ايوه بقى ليه؟ عشان بتكسب بالحظ كل مره نفس الحوار. لا والله انت شايف كده؟ اه والله مش شايف غير كده، وشايف انك لو جيت لفيفا هيتقل منك، لان لا مؤاخذه يعني اللعبه دي بتعتمد ايه على الذكاء على العقل يعني، وانت ما عندكش. لا بسم الله ما شاء الله، وانت ذكي قوي يا. على الاقل يعني مش برش الحكام زيك وجايب حكم يكوسني. طب وانت عرفت منين اصلا ان انا رش الحكم؟ باينه قوي، عمال يجري ورا اللاعب ده واللاعب ده عشان يدي كارت احمر ويشي كارت اصفر، عايز يوتر اللعيبه. لا والله وانت شايف كده؟ ايوه شايف كده، ومش هدفع فلوس عشان خاطر دي لعبه الغرب عننا عشان يبوظوا اخلاقنا. وجاي تقول كده بعد ما خسرت 10-0؟ اه يا عم انا بتلكك. ولا ده هو انت ما نزلتش من فتره بتكسبني يا صاحبي هو العمر فيه كام سنه عشان اعمل زبون زيك؟ وبعدين يا عم انت مش زبون، انت حصلت يا جدع. صاحبك ده من بختك في المصلحة ياخدك، وإن جت عليك دنيتك تلقى واقف جنبك. ما انا عايز افهم بس حاجه، هو انت كل ده يعني متفرج على 6 دقايق وشويه ولسه ما عملتش لايك؟ يا اخي تقيل.